إليكم تقول: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر رجب بالأصب الأصم، فما معنى الأصب الأصم؟ جزاكم الله خيرا. رجب من الأشهر الحرم، وهو لا يرتبط بشهر من الشهور، والنبي في الحديث الصحيح سماه رجب مضر لما ذكر الأشهر الحرم وأن 3 منها متواليات، والقعدة ذو الحجة ومحرم، قال ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. والسبب في تخصيص مضر بهذا الشهر ونسبته لها لأن مضر كانت أشد اهتماما به وأعظم تقيدا بحرمته، فلا يستطيع من له ثأر أن يثأر في هذا الشهر، ولذلك يسير الإنسان في جزيرة العرب في شهر رجب حيث شاء. وكان الناس يستعدون في تقوية خيولهم وتهيئتها في شهر رجب للغارة فيما بعده. ويقول قائلهم فيما يتعلق بحريته في التنقل والتحرك والتصرف في الجزيرة: لكنه شاقه أن قيل ذا رجب، يا ليت عدة حول كله رجب، لأنه في شهر رجب يذهب حيث شاء فلا يحول بينه وبين مراده حائل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.